طرق جديدة للدفع في لبنان، فهل نقول وداعاً للكاش؟ بعد أن سيطر الكاش على المشهد، بدأت تظهر طرق جديدة للدفع في لبنان، ولكن احذروا الاحتيال أو السرقة. منذ الأزمة الاقتصادية وتوقف المصارف عن التعامل بالبطاقات، بدأ اللبنانيون يتخطون الأزمة من خلال الاعتياد على الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات خاصة بادرت مؤسسات مالية إلى طرحها قبل المصارف. مصدر اقتصادي أكد للبنان 24 أن لبنان دخل هذا الاتجاه متأخراً، إذ باتت هناك تقنيات أخرى جديدة ومختلفة، حيث أن بعض الدول ستستغني عام 2026 عن الكاش تماماً، وباتت تعتمد عملية الدفع المباشر من الهاتف أو حتى الساعة الذكية. وحسب المصدر، التحديات الأمنية كثيرة، لكن أهمها التحديات القانونية، فلبنان عبر قوانينه لا يرعى بشكل كامل عملية الدفع الإلكتروني، ولعل آخر القوانين الصادرة عالجت فقط بعض النقاط من دون الدخول بعمق العملية التي تحصل بين البائع والمشتري، خصوصاً على صعيد تحميل البائع أو مقدم الخدمة التقنية المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني لا علاقة للمشتري به، حيث من الممكن أن يقع صاحب البطاقة في شباك الاحتيال أو السرقة من دون حتى تحميل المصرف أو مقدم الخدمة أي مسؤولية. هذا الأمر يحتاج لورشة واسعة وعاجلة، يجب أن ترافق الثورة الرقمية التي بدأها الشباب في لبنان واعتمدوها في عملياتهم اليومية. فهل تبصر القوانين النور قريباً؟